وجه حسين الشحات تحية إلى الجماهير على طريقة أبو تريكة، وقد جاءت هذه اللفتة في ظل الأنباء التي تشير إلى اقتراب رحيله إلى الدوري الإماراتي، في حين يأمل سيد عبد الحفيظ في إقناعه للمرة الأخيرة بالبقاء ضمن صفوف الأهلي. وأوضح طبيب الأهلي أن إصابة محمود حسن تريزيجي عبارة عن جرح قطعي أعلى الركبة اليسرى استلزم 5 غرز، مؤكدا أن حالته مطمئنة. وصرح الحكم محمود البنا بأن محمود الونش اعتدى على إمام عاشور، وكان يستحق الطرد خلال مباراة الأهلي. كما أفادت مصادر بأن الكابتن عادل مصطفى هو من وضع تشكيل الفريق بالكامل دون أي تدخل من المدير الفني يستوروب. ومن داخل نادي الزمالك أشير إلى أن معتمد جمال دخل في حالة بكاء داخل غرفة الملابس عقب الخسارة أمام الأهلي، حيث رأى أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل، إلا أن التوفيق لم يحالفه. وقال يستوروب: طلبت من اللاعبين قبل المباراة أن يجعلوا عائلاتهم فخورة بهم، وقد قدموا أداء قويا، وكان للدعم الجماهيري الرائع من جماهير الأهلي دور كبير، وأتوجه لهم بالشكر. ومن جانبه أكد علاء ميهوب أن الأهلي ظهر اليوم بشكل منظم، مشيرا إلى أن الفريق لعب من أجل الفوز، وأن الفارق تمثل في تركيز اللاعبين واستفادتهم من الأخطاء، مؤكدا أن بن شرقي كان نجم المباراة. وأوضح أحد الصحفيين عبر قناة MBC مصر أن حالة من الصمت خيمت على غرفة ملابس الزمالك عقب الهزيمة. كما أفيد بأن الجهاز الفني للزمالك كان مصدوما بين الشوطين من أداء بعض اللاعبين، خاصة أن ما حدث خالف التكتيك المتفق عليه. ووفقا للائحة، في حال تساوي الزمالك والأهلي وبيراميدز في عدد النقاط يكون الترتيب كالتالي: الأول بيراميدز، الثاني الأهلي، الثالث الزمالك، وذلك بناء على أعلى فارق أهداف في المواجهات المباشرة بينهم ذهابا وإيابا. ويعد حسين الشحات أحد أبناء الأهلي، رغم أنه لم ينشأ في قطاع الناشئين، حيث ضحى بالكثير من الأموال للانضمام إلى القلعة الحمراء أثناء احترافه في نادي العين الإماراتي. وكان ضغط المباريات ونتائج الفريق سببا في تأخر فتح ملف تجديد تعاقده، على أن يعقد سيد عبد الحفيظ جلسة معه عقب مباراة إنبي للتفاوض بشأن التجديد وإقناعه بعرض النادي. وشهدت نهاية المباراة تأثر اللاعب هادي رياض، الذي دخل في نوبة بكاء بسبب ركلة الجزاء التي تسبب بها، مؤكدا أنه عاش لحظات صعبة قبل تنفيذها. وأشار الصحفي محمود شوقي إلى أن الأهلي بدأ في تحديد قائمة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد، مع تمسكه ببقاء بالعمري وبن رمضان عقب رحيل ديانج واستمرار بن شرقي. ومن جانبه صرح علي محمود لاعب إنبي بأن اللعب للنادي الأهلي شرف كبير لأي لاعب نظرا لتاريخه وجماهيريته، إلا أنه فضل تأجيل حسم مستقبله حتى نهاية الموسم، سعيا للمشاركة بشكل مستمر وصناعة الفارق. وقد تقرر رسميا إقامة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة السادسة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء في توقيت واحد، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. واقترب يوسف بلعمري من العودة إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، إلا أن مشاركته أمام إنبي تبدو صعبة. كما يشارك كريم فؤاد في التدريبات الجماعية، لكنه لم يصل بعد إلى الجاهزية على أن يتم الدفع به تدريجيا وفقا لرؤية الجهازين الفني والطبي. وقرر يستوروب استمرار أشرف بن شرقي في قيادة هجوم الأهلي أمام إنبي. وأخيرا، وبعد الفوز على الزمالك، قدم الأهلي عرضا لوكيل المدرب يستوروب بالحصول على 4 أشهر من راتبه مقابل الرحيل عقب مواجهة المصري مباشرة.